بتبدأ أحداث المسلسل سنة 1968 ومجموعة من العلماء بيتكلموا عن الفيروسات وعن خطورتها على البشر، بس بيكون واحد مختلف معاهم، الدكتور نيومان اللي بيكون شايف إن الخطر الحقيقي مش من الفيروسات، الخطر الحقيقي من الفطريات اللي في المستقبل هتتطور لدرجة إنها تتحكم في البشر ومش هنعرف نسيطر عليها وملايين البشر هتموت. نروح بقى للوقت الحالي سنة 2003، ده جول وبنته سارة عايشين لوحدهم، فبيدخل عليهم أخوه تومي عشان يروح الشغل، فركبوا العربية وفي السكة هيوصلوا سارة المدرسة. سارة بعد ما خلصت مدرسة راحت عند جارتها أدلر عشان تقعد معاها شوية لحد ما أبوها يرجع من الشغل، فجول بيرجع البيت متأخر فبيشغلوا فيلم يتفرجوا عليه. بعدها بساعة أخوه تومي بيتصل بيه عشان يجي يخرجه من القسم، فبيطلع سارة فوق وبيروح لأخوه. سارة بتصحى على صوت هليكوبتر فبتلاقي أبوها مش موجود، فبتنزل تحت تشغل التلفزيون، لقت الأخبار بتقول إن البلد في حالة طوارئ وممنوع حد يخرج. فبيجي الكلب بتاع جارتها أدلر فبتاخده تدخله البيت، فبيخاف وبيجري منها، فبتدخل تشوف في إيه جوه، لقت جارتها أدلر ميتة وأمها بتمص في دمها، فبتخاف وبتطلع تجري بره. فبيوصل ابوها وعمها وبينقذوها وبيركبوا العربيه وبيهربوا من المكان. فلقوا الطريق الرئيسي مسدود والكل بيحاول يهرب، فمشوا في طريق تاني محدش يعرفه، فلقوا الطريق ده كمان مسدود والزومبي في كل مكان. فبيحاولوا يخرجوا من المكان، طياره بتتفجر جنبهم فالعربيه بتتقلب، فبيخرجوا من العربيه بس ساره اتصابت في رجليها. فتوم بيقول لجول اسبقوني عند البحر وانا هحصلكم. فجول بيشيل ساره وهم ماشيين لقوا مجموعه من الزومبي قدامهم، ففي زومبي شافهم فجري وراهم، ففي جندي بينقذهم من الزومبي. فجول بيقول له ما تضربش احنا مش مصابين، فالجندي كلم القائد بتاعه اداله الامر بقتلهم، فضرب عليهم نار وراح يكمل عليهم. توم بيوصل وبيقتله بس ساره اتصابت، فجول بيضغط على الجرح بس الجرح كان خطير وبتموت. وبعد 20 سنه بيظهر جول في مكان اسمه منطقه بر الامان، ودي منطقه في مدينه بوسطن بيتحكم فيها قوه عسكريه اسمها فيدرا بتسيطر على مدن كتير. جول بيروح للجندي ده اسمه ماك، كان متفق معاه انه يبيع له بطاريه عربيه، فبيقول له استنى يومين على ما اجهزها. دي بقى تيس صديق جول، وده روبرت واحد تاني جول كان متفق معاه يجيب له بطاريه عربيه، بس هو باع لحد تاني بعد ما اخد تمنها، وكمان ضرب تيس فهو خايف جول يعرف ويقتله. ففي قنبله ضربت عليهم، فتيس خرجت بره لقت شرطه فيدرا بيشتبكوا مع جماعه فاير فلايز، ودي جماعه مناهضه لحكم فيدرا، فبتحاول تمشي من المكان والشرطه بتقبض عليها. جول وقتها بيروح مكان اسمه البرج، وده وسيله اتصال ما بين المدن عشان يعرف اي اخبار عن اخوه تومي، فبيعرف ان مفيش اي اخبار وصلت منه من 3 اسابيع، وده معناه انه في خطر، فبيقرر يروح يدور عليه، وبيعرف مكان البرج التاني اللي كان بيكلمه منه. فبيروح البيت فبيلاقي تيس مضروبه، وبيعرف ان روبرت باع البطاريه اللي واخد تمنها لحد تاني، فبيتضايق عشان هو محتاج بطاريه عربيه عشان يروح يدور على اخوه تومي. دي بقى مارلين قائده جماعه فاير فلايز في منطقه بر الامان، ودي كيم، فبيتكلموا عن الطفله اللي مارلين مخبياها ومحدش يعرف عنها حاجه وممنوع حد يدخل لها. فمارلين بتقول لكيم انهم هيخرجوا من منطقه بر الامان وهناخد الطفله معانا، فكيم مش فاهمه ليه هننسحب، فبتوريها رساله، فاول ما قرأتها بتقول لها الكلام ده بجد، فقالت لها بجد خليه سر. فبتروح للطفله اللي حبساها اللي اسمها إيلي وبتديها الشنطه بتاعتها وفضلت تتكلم معاها، وبنعرف ان البنت دي تبع فيدرا وان مارلين انقذتها، وبنعرف كمان انها مهمه جدا بالنسبه لمارلين وعشان كده هياخدوها معاهم. جول وتيس عرفوا مكان روبرت فلقوه ميت والبطاريه بايظه جنبه، فإيلي هجمت على جول بس مسكها ووقعها على الارض، فمارلين وكيم رفعوا عليه المسدس بس طلعوا يعرفوا بعض، فإيلي بتحاول تاخد السكينه فرفع عليها المسدس، فمارلين بتقول له وجه المسدس ناحيتي انا، فبتعرض عليه انه يوصل إيلي للمبنى الحكومي القديم، وفي المقابل هتديهم عربيه واسلحه يروحوا يدوروا بيها على تومي. فتيس بتقول لها مين دي، فبتقول لها بالنسبه لكم بضاعه هتوصلوها وتاخدوا المقابل، هيكون في انتظاركم جنودنا، انا عارفه انكم تقدروا توصلوها لوحدكم بسهوله، انا وكيم مش هنعرف نوصلها هناك واحنا مصابين. فبيوافقوا وهما بيهربوا في جندي بيشوفهم فبيطلع ماك، فجول بيحاول يقنعه يسيبهم يمشوا، بس ماك بينزلهم على ركابهم عشان يتاكد منهم اذا كانوا مصابين ولا لا، فلسه هيكشف على إيلي خبطته بالسكينه في رجله، فلسه هيقتلها. جول وقف قدامه فافتكر بنته ساره فنزل فيه ضرب لحد ما مات. فتيس لقت الجهاز لون احمر وده معناه ان إيلي مصابه، فإيلي بتهديها وبتقول لها انها اتعضت من شهر وما تحولتش، فبيخرجوا من المكان قبل ما حد يجي. بنرجع بالزمن لورا سنه 2003 في اندونيسيا، وده الوقت اللي انتشر فيه الفيروس للعالم. بيظهر قائد عسكري ومعاه الدكتوره ايبو استاذه علم الفطريات، فبتشوف عينه واخدينها من جثه، فبتقول لهم ان ده فطر كورديسيبس الثعباني، فبتخاف عشان الفطر ده استحاله يعيش في جسم انسان، فبتتاكد بنفسها لما شافت الجثه، وبنعرف ان الجثه دي هجمت على 14 واحد ومحدش يعرف مكانهم. فالقائد العسكري طلب منها علاج فقالت له مفيش علاج، دمر المدينه بسرعه قبل ما الوضع يخرج عن السيطره. نرجع تاني لجول وتيس وإيلي. إيلي اول ما صحت من النوم لقت جول رافع عليها المسدس وبيقول لها خليكي مكانك ووريني دراعك، فبتقول لهم انها اتعضت من شهر وما حصلش اي حاجه. فتيس بتقول لها هي مارلين كانت هتعمل معاكي ايه وليه كانت مهتمه بيكي وما تكذبيش عليا والا هقتلك، فبتقول لها انها هتروح لمعسكر تبع فاير فلايز عشان يصنعوا لقاح، وده سبب اهتمام مارلين، فبيتحركوا عشان يوصلوا للمبنى الحكومي.
فلقوا الطريق مسدود وعشان يعدوا منه لازم يدخلوا جوه المبنى اللي قدامهم وده خطر، فبيقرروا يمشوا من طريق تاني بس طويل شويه. فاول ما وصلوا لقوا الشارع تحت مليان زومبي وخطر يعدوا منه. وبنلاحظ ان اول ما الشمس جت على مجموعه من الزومبي كل الزومبي اتحرك وده عشان فطر كورديسيبس بيربطهم ببعض وبيبعت رسائل لاي زومبي قريب من المنطقه. فبيرجعوا تاني للطريق الرئيسي فجول لقى ان الفطر دبل ومات وده معناه ان الزومبي اللي جوه مات هو كمان. فدخلوا لقوا الزومبي ميت فعلا، فلقوا جثه واحد متشوه. فتيس وجول بيخافوا جدا ليكون اللي قتلهم كليكرز. فجول بيقول لهم من دلوقتي هنطلع من غير ولا كلمه، محدش يطلع صوت. وبيطلعوا فوق. فبيسمعوا صوت زومبي فبيطلع كليكرز فعلا وده من اخطر انواع الزومبي، سريع وقوي جدا. فبيحاولوا يتحركوا بهدوء. فإيلي اول ما شافته خافت وطلعت صوت فهجم عليهم. فالكليكرز لسه هيعدوا جول فقدر انه يقتله. ففي كليكرز تاني لسه هيهجم عليهم تيس خبطته بالفاس في دماغه وجول مسك السلاح وكمل عليه. فإيلي اتعضى التاني فبتقول لهم عادي كان ممكن يكون حد فيكم وبيخرجوا بره. فجول بيقول لتيس انا قلقان من العضه التانيه، يمكن العضه الاولى ما اثرتش فيها والتانيه اتاثر فيها. فتيس بتقول له ما تقلقش. فبيكملوا طريقهم للمبنى الحكومي ما لقوش حد مستنيهم. فتيس بتاخد إيلي وبتدخل جوه لقت الجنود مقتولين. فبتدور على لاسلكي او خريطه يعرفوا مكان تاني ليهم. فجول بيقول لها خلاص هنرجع تاني البيت. فتيس بتتعصب عليه وبتقول له المكان ده مش بيتي وبتوريه مكان العضه. فبتشوف دراع إيلي لقت دراع سليم وما اتحولتش. فبتقول له ياخد إيلي لبيل وفرانكو وهما يتولوا امرها. فجول ضرب النار على زومبي فالفطر وصل الرساله للزومبي اللي في المنطقه. فجول بيقول لهم قدامنا دقيقه وهيوصلوا. فتيس فتحت براميل البنزين عشان تفجر المكان وبتقول له جول خدها واجري. فمسك إيلي وخرجوا بره. فالزومبي وصل المكان وتيس فجرتهم. فبيكملوا طريقهم. جول بيكون واضح عليه الحزن بسبب تيس. فإيلي بتقول له انا عاوزه مسدس ادافع بيه عن نفسي. فقال لها لا ممنوع. فبيوصلوا المطعم. فجول بيدور على موان كان مخبيها فاخد اللي هو عاوزه وكملوا طريقهم. وهما ماشيين لقوا مقبره جماعيه. فجول بيقول لها ان الجيش كان بيجمع الناس اول ما الوباء انتشر وبيعدمهم مصابين او غير مصابين عشان يمنع انتشار الوباء. بنرجع بالزمن لورا سنه 2003 بعد اسبوع واحد من انتشار الوباء والجيش بيجمع الناس عشان ينقلهم لمراكز احتجاز. ففي شخص واحد بس هو اللي مرضاش يروح معاهم وكان مستخبي تحت في سرداب. فبعد ما الجيش مشي خرج بره عشان يتاكد. ده بقى بيل. فبيعيش حياته عادي في القريه وعمل سياج حوالين المكان عشان يحمي نفسه. وبعد 4 سنين سنه 2007 بيسمع صوت الانذار فبيخرج بره لقى شخص وقع في الفخ بتاعه. فبيعرف انه كان رايح مدينه بوستن بس وقع في الفخ. فبيخرجه وبيكشف عليه اذا كان مصاب ولا لا. ده بقى فرانك وده كان بدايه التعارف ما بينهم. نرجع للوقت الحالي. جول وإيلي وصلوا لبيل وفرانك فعرفوا انهم ماتوا وبيل سايب جواب لجول مكتوب فيه الرقم السري بتاع السرداب. فجول بيخرج بره يجهز العربيه وبيرجع تاني لإيلي. فبيقول لها انا هروح ادور على اخويا تومي عشان اطمن عليه وكمان عشان اعرف منه مكان الفاير فلايز كان واحد منهم. لو هتيجي معايا في شويه قوانين لازم تلتزمي بيها. اولا ما تعرفيش اي حد انك مصابه، لو عرفوا هيقتلوكي. ثانيا كلامي يتنفذ بالحرف الواحد. فبتوافق على كلامه. فبينزلوا تحت السرداب عشان ياخدوا الاسلحه والاكل اللي محتاجينه. فإيلي بتقول له الاسلحه هنا كتير انا عاوزه سلاح. فقال لها لا ممنوع، دوري على اي معلبات وطلعيها فوق. فلقت مسدس فحطته في الشنطه قبل ما جول يشوفها. فبيركبوا العربيه عشان يروحوا لتومي وهم ماشيين لقوا الطريق مسدود. فجول نزل من العربيه يشوف مكان يعدي منه ما بيلاقيش. فبيرجع يشوف طريق تاني في الخريطه يعدوا منه. فبيشغل العربيه وبيلف حوالين المكان فبيتوه ومش عارف هو فين. فبيلاقي واحد واقف قدامه. فجول جري من المكان فلقى حجاره بتترمي عليه وكاوتشات العربيه فرقعت وبيفقد السيطره على العربيه. فبيخرجوا بره العربيه. فجول بيقول لإيلي ادخلي من الفتحه دي وما تخرجيش غير لما اقول لك. فبتروح تدخل هناك. فجول قتل اول 2 فالبندقيه علقت. ففي واحد تاني بيهجم عليه وخلاص كان هيقتل جول. إيلي بتطلع المسدس وبتضربه بالنار. فجول خد منها المسدس وقال لها ارجعي مكانك. فرجعت تاني على ما جول يقتله وبيخرجوا من المكان قبل ما حد يجي. دي كاسلين زعيم الجماعه اسمها الشعب بتحقق مع شخص كان متعاون مع فيدرا عشان تعرف مكان واحد اسمه هنري وبتهدده انه لو ما قالش مكانه هتقتله. فبتسمع صوت الانذار فبتخرج بره لقت الثلاثه اللي جول قتلهم. فبتقول لهم دوروا على اللي عمل كده واقتلوهم. فبيخرجوا يفتشوا المكان بيت بيت. فجول بيقول لها انه ما كانش عاوزها تضرب نار على حد. فبتقول له انها مش اول مره وانها اتعلمت ضرب النار في مدرسه فيدرا. فبيطلع المسدس وعطاه لها. الجندي ده بياخد كاسلين يوريها المكان اللي هنري كان مستخبي فيه. بعدها بياخدها يوريها الانهيار الارضي اللي في المبنى. فالارض اتحركت فخرجوا بره
بسرعه. فكاسلين بتقول له ما تعرفش حد دلوقتي، نلاقي هنري الاول. سبب الانهيار ان مجموعه كبيره من الزومبي محبوسه تحت الارض وعاوزه تطلع بره. جول وايلي دخلوا مبنى يستخبوا فيه، فبيحط ازاز قدام الباب عشان يسمع لو حد دخل عليهم، وبيناموا. فبيصحوا على واحد ومعاه طفل رافعين عليهم السلاح. ده بقى هنري واخوه سام. فهنري بيقول له انا عاوز اتكلم معاك، انت محتاجني زي ما انا محتاجك، لو عاوز تخرج من هنا انا املك الوحيد، انا شفتك وانت بتقتل جنود جماعه الشعب. فبيوافق وبيتعرفوا على بعض. وتاني يوم جول بيقول له هنهرب ازاي؟ فقال له الخطه اننا نهرب من الانفاق، ده المكان الوحيد اللي محدش هيدور علينا فيه، عشان كاسلين عارفه ان الانفاق مليانه زومبي، بس اللي محدش يعرفه ان المكان فاضي. فجول بيقلق بس بيوافق وبينزلوا الانفاق تحت، فلقوا المكان فاضي ومفيش زومبي، ودي حاجه غريبه، امال فين الزومبي اللي عمل انهيار الارضي؟ فقعدوا يرتاحوا شويه. فجول بيقول له انت عملت ايه عشان جيش كامل يدور عليك؟ فقال له الحكايه بدات لما سام جاله سرطان الدم وكان محتاج علاج، والعلاج موجود مع فيدرا، وعشان ياخد العلاج كان لازم ادفع الثمن، والثمن ان اقتل زعيم جماعه الشعب واخو كاسلين، وعشان كده هي بتدور عليا. فكملوا طريقهم وخرجوا بره الناحيه الثانيه. فضرب النار اشتغل عليهم فاستخبوا ورا العربيه. فجول لف وطلع البيت لقى راجل كبير بيضرب عليهم نار، فجول قتله. فشاف جماعه الشعب جايين عليهم فقال لهم اهربوا من المكان. فجول ضرب نار على السواق قبل ما يقتل ايلي، فالعربيه اتفجرت. فكاسلين بتقول لهنري مش هتعرف تهرب، اخرج. فقال لها هخرج بس سيب الطفلين يمشوا. فبتقول له لا محدش هيمشي من هنا. وهم بيتكلموا جيش كامل من الكليكرز طلع من تحت الارض وهجم عليهم. وجول بيقتل اي حاجه تقرب من ايلي. فبيطلع كليكرز ضخم جدا والرصاص ما بيأثرش فيه، وبيقتل اي حد قدامه. فايلي بتنقذ هنري وسام وبيجروا من المكان. فكاسلين بتوقفهم ولسه هتقتلهم، في كليكرز بيهجم عليها وبيقتلها، فبيجروا من المكان. ايلي وسام قاعدين في الاوضه لوحدهم، فسام بيقول لها انه اتصاب، فبتعرفوا انها محصنه وبتحط دمها على الجرح عشان تطمنه، وبيناموا. تاني يوم الصبح سام اتحول وهجم عليها. فهنري مسك المسدس قبل جول ومش فاهم فيه ايه، فقتل اخوه قبل ما يعض ايلي، ومن الصدمه مش مستوعب اللي حصل فقتل نفسه. فبيدفنوهم وبيكملوا طريقهم. بعدها بشهر وهم ماشيين لقوا جماعه على احصنه بيثبتوهم وبيجيبوا كلب عشان يعرفوا اذا كانوا مصابين ولا لا. فالدور بيجي على ايلي، فجول خايف الكلب يتعرف عليها ومش عارف يعمل ايه، بس الكلب ما بيشمش حاجه وبيلعب معاها. فبياخدوهم المكان بتاعهم، فلقى اخوه تومي هناك، فبيحضنوا بعض وبيفضلوا يتكلموا. وبيعرف كمان انه بطل يتواصل معاه عشان القوانين هنا منع التواصل مع حد بره عشان المكان يفضل سر. فتومي بيساله عن تيس، فما بيقولش ليه انها ماتت. فبيساله عن ايلي، فقال له انها بنت شخص مهم في فاير فلايز وهيوصلها ليه. ما تعرفش اقرب مكان ليهم؟ فقال له في قاعده قريبه من هنا في جامعه استرن على بعد اسبوع. فعرض عليه انه يجي معاه عشان يوصلها، فبيرفض وقال له انه ما ينفعش يمشي عشان هيبقى اب. فجول بيتضايق انه رافض يساعده وبيقول له بكره الصبح هنمشي من هنا. ايلي بتعرف من ماريا ان جول كان عنده بنت وماتت، فبتحاول تحذرها من جول وانه خطر، فقالت لها انها عارفه كل حاجه. تومي بيروح لجول عشان يصالحه. فجول بيقول له الرحله من هنا للقاعده خطر. فقال له خطر بس مش بالنسبه لك، تقدر توصلها وترجع. فعرفه كل حاجه عن ايلي وانها محصنه من الوباء، وان تيس ماتت واحنا بنوصلها. فطلب منه يوصل ايلي للقاعده عشان بقى ضعيف ومش هيقدر يحميها، وقال له ان الكلام ده هيفضل سر. فبيوافق. فجول بيروح لايلي عشان يعرفها ان تومي هيوصلها. فبتقول له انها سمعتهم وبتقول له انها عاوزه تفضل معاه. فقال لها ان ده عشان مصلحتك، انا مش هقدر احميكي. ثاني يوم الصبح تومي بيروح ليها عشان يتحركوا، فلاقوا جول مستنيهم عند الحصان وبيقول لهم انه غير رايه. فايلي بتفرح وبيركبوا الحصان وبيمشوا. وبعد اسبوع واحد بيوصلوا للقاعده فلاقوها فاضيه، فبيدوروا على اي حاجه يعرفوا راحوا فين. فلاقوا الخريطه متحدده على مدينه سولت. فسمعوا صوت بره فلقوا 4 اشخاص في المكان. فخرجوا من الباب الخلفي ولسه هيركبوا الحصان في واحد هجم عليهم. فجول قدر انه يقتله بس بيتصاب. فجول بيفقد دم كتير وبيقع من على الحصان. فايلي بتسحبه البيت قريب وبتحاول تعالجه. فجول بيقول لها ارجعي لتومي، فما بترضاش تسيبه. فبيزقها وبيقول لها ارجعي تاني لتومي. فبتخرج تدور على اي حاجه عشان تعالجه. فبترجع بالذاكره لورا لما كانت في مدرسه فيدرا، ودي صاحبتها رايلي اللي كانت هربانه بقالها 3 اسابيع من المدرسه وانضمت لجماعه فاير فلايز. فجايه تودعها قبل ما تمشي وبيخرجوا عشان يحتفلوا. وهم بره في كليكرز بيهجم عليهم فبيقتلوه، بس خلاص كانوا اتصابوا هما الاثنين. وده كان بدايه الموضوع، وان ايلي محصنه. ايلي لقت ابره وخيط فخيطت الجرح بتاع جول، وخرجت تدور على اي حاجه ياكلوها. فلقت غزال قدامها فضربته بالنار بس ما بيموتش وبيجري. فايلي جريت وراه لقت شخصين واقفين قدام الغزال فثبتتهم. فبيقولوا لها انهم محتاجين الغزال ده عشان معاهم اطفال. فبتقول لهم واحنا كمان. فبيقولوا لها ممكن نبادل مع بعض، احنا معانا ملابس وادويه. فقالت له انا عاوزه مضاد حيوي وهتاخد نص الغزال.
فبيقول لها اتفقنا، وبيبعت زميله يروح يجيب مضاد حيوي ويرجع تاني بسرعه. فبيقعدوا يتكلموا مع بعض، وبيعرفها بنفسه ديفيد وانه قائد مجموعه، واللي راح يجيب المضاد الحيوي اسمه جيمس. وهما بيتكلموا قال لها ان الطعام بقى قليل وصعب نوفره، فبعت امبارح 4 اشخاص يدوروا على اكل، ففي شخص قتل واحد منهم وكان معاه طفله صغيره، فإيلي بتخاف. فبيقول لجيمس نزل المسدس واديها المضاد الحيوي، فبتاخده وبتجري وبتروح تحقن جول بالمضاد الحيوي. ديفيد لما وصل لجماعته قال لهم انهم عرفوا مكان الشخصين اللي قتلوا الراجل بتاعنا وبكره هيروحوا ليهم. إيلي شافت ديفيد وجماعته جايين، فراحت لجول عشان تعرفه، بس ما بيكونش قادر يتحرك، فبتدي سكينه وبتحط دولاب قدام الباب عشان ما حدش يعرف مكانه، وخرجت بره عشان تلهيهم، فركبت الحصان وضربت عليهم نار. فجيمس بيضرب نار على الحصان فبتقع وبيغمى عليها، ولسه هيقتلها ديفيد بيمنعه وبيشيلها وبيقول لهم يقتلوا الشخص التاني. ففي واحد فتح الباب ونزل لجول، بس جول كان فاق وقدر انه يقتله، ومسك شخصين عشان يعرف مكان إيلي، فبيعذب فيهم لحد ما عرف مكانها وقتلهم. إيلي بتحاول تهرب من المكان فشافت ودن بني ادم، فبيدخل عليها ديفيد فبيشوف الودن، فبيقول لها انا ما كنتش عاوزك تعرفي، بس احنا اضطرينا نعمل كده عشان نعيش. فبتقول له انا افضل ان اموت ولا اني اكل لحم بني ادم. وهو بيحاول يقنعها تعيش معاهم، إيلي مسكت ايده عشان تكسرها وتاخد المفتاح، بس هو خبطها في الحديد وخرج بره. جول بيوصل للمكان ودخل جوه لقى جثث متعلقه، فعرف انهم بياكلوا لحوم بني ادمين فبيخاف على إيلي. ديفيد وجيمس رجعوا تاني لإيلي ومسكوها عشان يقتلوها، فقالت لهم انها مصابه ما ينفعش ياكلوها. فبيشوفوا مكان العضه وهما بيتكلموا، إيلي مسكت البلطه ورشقتها في جيمس وطلعت تجري، فلقت المكان مقفول، فمسكت خشبه مولعه ورمتها على ديفيد فولعت في المكان. فديفيد بيقول لها ان المفتاح معاها ومش هتعرف تهرب، فمسكت سكينه وخبطته في بطنه، فمسكها ونزل فيها ضرب، وقبل ما يقتلها مسكت البلطه وخبطته في دماغه وفضلت تضرب فيه لحد ما مات. وخرجت بره، فجول مسكها وبيقول لها اهدي ده انا، ومشوا من المكان. نرجع تاني بالزمن لورا، اليوم اللي اتولدت فيه إيلي. امها اتعضت من زومبي وهي بتولدها، فبتظهر مارلين وطلعت انها صديقه امها من زمان، فبتقول لها خلي بالك منها، انا ولدتها قبل ما تعض، ما تخافيش خديها. وده ما حصلش، وانها اتعضت قبل ما تولدها، فبتاخدها منها. نروح لجول وإيلي وهم في طريقهم لمدينه سولت، فجول بيقول لها انهم ممكن يرجعوا تاني لتومي وما يكملوش طريقهم ويعيشوا حياتهم هناك، بس إيلي بتقول له لا لازم نكمل المشوار للاخر. ففي قنبله صوت اتضربت عليهم، فجول بيصحى لقى مارلين، فبيسالها على إيلي، فبتقول له انها تمام ويجهزوها للعمليه. فبيقول لها عمليه ايه؟ فبتقول له ان الدكتور بيقول ان السبب في ان إيلي محصنه هو الكورديسيبس اللي بينمو فيها من يوم ما اتولدت، بيفرز ماده بيخلي الكورديسيبس العادي ما ياثرش فيها، وعشان كده هياخد الكورديسيبس منها ويعمل منه لقاح. فجول بيقول لها لا كده هتموت. فمارلين بتقول له انها اكتر واحده حزينه عليها عشان وعدت امها انها حافظ عليها، بس لازم نضحي بيها عشان العالم يعيش. فبتقول لهم خرجوه بره، ولو عمل اي حركه يقتلوه. فجول قتلهم وطلع فوق عشان يلحق إيلي، وبيقتل اي حد يقابله. فوصل لغرفة العمليات ولحقها، فشالها ونزل تحت. فمارلين بتوقفه وبتقول له انها فاهمة مشاعره ناحية إيلي، بس ده الحل الوحيد لإنقاذ العالم، احنا ممكن نشوف حل تاني. فجول ضربها بالنار وكمل عليها عشان ما تدورش على إيلي تاني. فإيلي بتصحى فبتقول له ايه اللي حصل، فبيكذب عليها وبيقول لها انه كان في اطفال كتير محصنين زيها كانوا بيعملوا عليهم اختبارات، بس كل الاختبارات فشلت ومش هيصنعوا لقاح، وفي عصابة هجمت على المستشفى فخرجتك من هناك. فبتسأله عن مارلين، قال لها ماتت بس ما بتكونش مصدقاه. فبيوصلوا لاخوه تومي، فإيلي بتقول له احلف ان الكلام اللي قلته هو اللي حصل في المستشفى وان الاختبارات فشلت. فبيقول لها ده اللي حصل. جول لما قتل مارلين كان فاكر ان خلاص ما فيش اي حد من الفاير فلايز عارف اي حاجه عن إيلي وهيجي يدور عليها، بس نسى كيم اللي عارفه كل حاجه عنه وعن إيلي. وبيخلص الموسم الاول وفي انتظار الموسم الثاني. ما تنساش الاشتراك في القناه وقول لي رايك في المسلسل. سلام.